السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وبنات المحترمين. ألف ألف شكر، ألف شكر يا حبايب قلبي لكل الكومنتات اللي داخلة بتقول لي انت كلمة حق لأم إياد. فعلا أنا بحب أم إياد، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هينصرها بإذن الله. وكذا مرة قلت لكم يا جماعة هي غلطانة، هي غلطانة، بس إلا الفضايح والجرس، وإن الله حليم ستار. صلى على النبي وقول عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا يصلح حال العباد والبلاد وينصر شعب فلسطين وغزة والمسجد الأقصى، اللهم آمين يا رب العالمين، ويشفي كل مريض ويرحم كل موتى. وألف ألف شكر على الكومنتات اللي داخلالي. إن كان كومنت حلو على راسي، في ناس بتكتب برضه كومنتات تانية. أنا ما مسحتش يا جماعة كومنتات وما ردتش على الكومنتات كلها، بس أنا عارفة، أنا يعني عارفة اللي مكتوب طبعا في ناس جايين مع الطرف ده، وكتير أغلبية اللي بيحبوا أم إياد، أغلبية المتابعين بيحبوا أم إياد، لأن فعلا أم إياد مظلومة. و... وبعد كده في ناس كتيرة داخلالي بيتكلموا على مين؟ على أم سما. برضه في ناس بيحبوا أم سما. دي يا جماعة آراء، والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. كل حي حر على رأيه، كل حي حر على رأيه. بس أنا من جواه أنا بحب أم إياد، لأن أم إياد دي يعتبر عيلة واتجرد، ولعب برضه مش عليا، لعب على الفحل الكبير اللي هو خان اخوه. طبعا يا جماعة الخير، انا نزلت الفيديو امبارح وبالليل ببص لقيت اللي هي بيقولوا عليها زكية طالعة قدام اسم الشرطة او مركز زي عندهم في الارياف، وبتقول دم اياد ضربتني وضربت اختي، وعلى ما سمعت انها ضربت بناتها وانا مش هسيبها، الخاينه خربت البيوت. بقى ام اياد هتقدر عليكم انتوا الاتنين؟ ده انتوا الاتنين عاملين زي، يعني ما حدش يزعل مني يا جماعه، عاملين زي العجول اللباني. بقى ام اياد هتضربك انتي واختك؟ يا نهار ابيض على كده. مين اللي يصدقها دي يا جماعه ان ام اياد هتمسك تضرب؟ طب ام اياد راحت لكم فيها يا جماعه الخير؟ دي اخرة حلفان المصحف. ايوه ايوه ايوه، دي اخرة حلفان المصحف. والفلوس اللي داخله لهم، الفلوس اللي داخله لهم على سمعة سلفتها، الفلوس اللي داخله لك على سمعة اخوك. انت فا دلوقتي، انت فا من ده كله؟ فضحتونا وجرستونا. بقى ام اياد يا جماعه هتقدر على الاتنين دول وتقول لك فاتحه ايد اختي وضربتني؟ وشوفوا وشي، في وشك ما فيهوش حاجه، انت وشك اصلا منفوخ وحده، انت وشك منفوخ وحده. ما دي اخرة حلفان المصحف يا حبايبي. كل شويه فاتحه المصحف بيقول لك لا تحلفون لا صادقون ولا كاتبون، وانت افتريت عليهم، وانت افتريت عليهم. وسجلت للوليه ام نور وسجلت لهم، انت اللي سجلت لهم، وانت اللي طلعتي وبديتي، انت اللي بطلعت وبديتي. لو كنت كفيت على الخبر مجور زي ما بيقولوا كده في اي مكان، وكنت حلت المشكلة دي بينك وبينهم من غير ما تطلعي على القنوات ولا على اليوتيوب المصري، وانت اللي فضحت وانت اللي طلعت الصور وانت اللي بديتي يا زكية، انت اللي بديتي. انا بتكلم يا حبايبي ورزق على الله، ما حدش كسر عيني. انا بتكلم وعاني كده، ما حدش كسر عيني يا حبايب قلبي، وما بطبلش لحد. انا ما بطبلش لحد، كلمة الحق بقولها وزي ما تيجي تيجي، زي ما كنت بتكلم في القناة الأولانية وقفلوها لي برضه المؤذين. بس أنا بتكلم كلمة الحق وزي ما تيجي تيجي، رزق على الله. هي اللي أنت اللي بديتي، أنت اللي طلعت فضحت سلفتك، أنت اللي فضحت كله. وبعد ده كله دخلت شقتك ونيمتي معاكي، يعني بالعربي ان انت عاشرتيه وقعدت معاه طول عشان خاطر بناته وعشان خاطر الشقه وعشان خاطر شقاك مين وتعبك. انت شقتي في حاجه؟ انت تعبت في حاجه؟ ده انت قاعده وبيجي لكم الفلوس بالراحه كده وبكل سهوله، بكل سهوله، على الفضايح وعلى الجرس. احترموا نفسكم بقى شويه، احترموا نفسكم. وبالنسبه لاخويا جماعه الخير، هي حلفت وقالت، وحلفت على المصحف. ما المصحف اتصرف فيك امبارح، المصحف اتقلب عليك، لان المصحف يا جماعه ما حدش يحلف بيه ان احنا ملناش ذنب في القضيه ولا اننا ذنب في اي حاجه. ولما كانت اختك وطلعت وقالت ايوه ده احنا، انا اللي بلغت وانا اللي عملت عن قضيه السلاح ومش السلاح يا جماعه الخير. طبعا يا جماعه الخير في كومنتات برضه بتخش لي بتقول لي وحق محمود، محمود ده الظلم،
ابن ياسمين، انا معاه. محمود الظلم يا جماعة الخير، المفروض برضه كان هو ينتبه له وكان يراعيه، وان شاء الله انا بنتكلم في لايف باذن الله. المفروض كان يراعيه وكان يقف معاه. طبعا يا حبايب قلبي، طب هي ياسمين اهي اللي كنا بنقول دي ياسمين وياسمين، قالت ده انا مسامحه. يعني ياسمين يا جماعه الخير قالت ده انا مسامحه في الشهر اللي هو بتاع القضيه، وكان بيتكلم في المحامي. كبرت في نظري ياسمين. لكن انت اللي عملت ده كله، انت اللي بهدلت الدنيا، انت اللي فضحت سلفتك، انت اللي وقفت وفضحتيها. ده بقول لك ان الله حليم ستار. ولما ام نور ديك لما كان بتقول ده انا شفتهم على ما سمحت، يعني ان هي ام نور شافت وما شافتش. ام نور طلعت واتكلمت، ام نور طلعت وفضحت. هي كانت بتسهر معاكم في التليفون وانتوا برضو سجلتوا لها. انتوا سجلتوا لها. انت عاجبك يا ام ايمن يا لازلعينها بالوضع؟ لا يا حبايب قلبي، انا مش عاجبني كلهم على بعضهم يتلفوا ويتحطوا في باسكت الزباله. عارفه الباسكت كده، والحمام اللي بيتعمل فيه بيبي. ايوه انا اعمل كده وغيرنا يعمل كده. بس انا زعلانه على ام اياد، وانا بحب ام اياد لان البنت دي اتجرست واتفضحت وحرام. وان الله حليم ستار. ده ربنا سبحانه وتعالى بيستر، فاحنا ما نسترش. انت اللي طلعت وتجرتي، انت اللي طلعت وفضحتي، انت اللي طلعت وسبقتي، انت اللي طلعت وفتحت كاميرا وقلت تعالوا شوفوا يا بنات يا بنات. ما هي بيغنوها يقول لك يا بنات يا بنات. ده انا بتخان، ده بيخني، انا ما قلتش هي مين. لا يا ماما، ما انتوا كل كلامك كان بيتكلم على كده، والكومنتات اللي كانت داخله لك كان بتقول لك خلي بالك ومش خلي بالك من النظرات والاهات والكلام اللي بيقولوا على ده. طبعا وانت اللي بديتي، انت اللي بديتي، وهو فاهم من الموضوع ده. فحرام عليك الراجل ده لو اتحكم عليه يا جماعة الخير، اللي هو ابو اياد ده اتحكم عليه ب5 سنين ولا اتحكم عليه زي ما حكى، البنت دي تروح فيها لا وظيفة ولا أي حاجة خالص، ولا أي حاجة خالص. لما جينا اتكلمنا يا جماعة على موضوع البيت ده يا جماعة ده أرض زراعية، وأي أرض زراعية في أي مكان المجلس والحي بيهدوه يا جماعة الخير. في كل مكان كده يا حبايب قلبي، بس بيبقى خراب بيوت من هنا ومن هنا. فيا حبايب قلبي، انا بتكلم امبارح اللي طالعه وتقول لك دي ضربتني، تضرب مين؟ ده انتوا الاتنين ما شاء الله عليكم عاملين ازاي. ان بركت على ام اياد هتموتوها انتوا الاتنين، يعني لو انت واختك بركت على ام اياد هتجيبوها من شعرها وتموتوها. لكن دي لعبه يا حبايب قلبي، لعبه وبيلعبوها بالسبق وبتعمل كده هي واختها عشان خاطر القضيه تمشي ويتبلى على ام اياد الغلبانه المسكينه اللي اتظلمت واتفضحت واتجرست. ماشي يا حبايب قلبي، وكلنا نقف مع ام اياد. انا واقفه معاك يا ام اياد، وربنا هينصرك على مين يا عديكي. ايوه انت غلطانه، ايوه انت غلطانه لانك انت غلبانه واتجريتي مع واحد بقف زي ده ما صانش عرض اخوه. حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، ما حدش يزعل مني، الحق حبيب الله، ربنا يدي لكل حي حقه. ودي اصلا شغلانه ودي بيعملوا وبيتاجروا كده. ده طالعه التاجر، مره عبد الله يخش لها، مره دي يخش لها، مره يخش لها. استحلى الفلوس اللي دخل لهم ادخر القرش اللي بيخش لكم، لان انتم